يا مساء الفل. لو هنتكلم عن نصيحة ممكن حد يقولها للناس اللي بتشوفه، هو في 3 حاجات مهمة أوي. حاولوا دايمًا تكونوا بتعملوهم في حياتكم. أول حاجة هو إن إحنا يبقى عندنا exposure محترم على الدنيا اللي حوالينا. كل ما كان منفتحين على الحياة وبنجرّب وما بنخافش إن إحنا نشوف الحاجات الجديدة، كل ما ده فرق معانا في شخصيتنا عن شخص الدنيا عنده مقفولة وبيخاف يخرج من الدايرة اللي هو مرتاح فيها. الexposure ده بيخلّيك تقابل ناس بتجارب مختلفة، بطموح مختلف، بمستوى مختلف عنك، فبيخلّيك تشوف أنت فين من الناس دي، وبيخلّيك دايمًا يبقى عندك الرغبة في إنك تطوّر من نفسك عشان تبقى أحسن وأحسن. الحاجة التانية إن إحنا ما يبقى عندنا القدرة على اتخاذ القرار. دايمًا الشخص اللي بيخاف ياخد قرار عشان يندم إنه خد القرار ده، بيبقى في النُص مربوط بحبلين من اليمين والشمال، فلا بيروح يمين ولا بيروح شمال، بيفضل في النُص زي ما هو. لازم تاخد قرار إنك تقطع الحبل ده أو ده، عشان تروح في direction واضح ليك وفي حياتك وفي كاريرك. ودي من النصايح اللي اتقالت لي زمان من إحدى الدكاترة اللي فرقوا معايا في نصايح الconsultation، أو لمّا كنت باخد رأيه في شغلي ممكن أعمل إيه وكده. الحاجة التالتة إنك دايمًا ما تشوفش نفسك فهلوي وشاطر ومش محتاج إنك تتعلم. التعليم بيفرق، التعليم بيخلّيك تتعلم حاجات جديدة، والرحلة التعليم ذات نفسها والناس اللي بتشوفها حواليك والدكاترة اللي هتقابلهم بيفرقوا فعلًا في الmentality وفي طريقة التفكير. وممكن وأنت في الرحلة دي يطلع لك فرصة سفر، فرصة شغل، فرصة حاجة أنت نفسك تحققها، بتيجي من الكعبلة الكتيرة. الواحد لمّا بيخبط على بيبان كتيرة جدًا، واحد منهم هيفتح إن شاء الله، لكن لمّا بتخبط على باب واحد بس، فرصة إنه يفتح لك دي بتبقى مش مضمونة. لكن لمّا بتزوّد احتمالات الفرص اللي بتيجي لك، أكيد ده بيدّيك فرصة أكتر إن ربنا يكرمك يعني. بس، ف3 حاجات دول خلّيهم في بالكم، وإن شاء الله ربنا يكرم كلكم.